هيرونيفر. حرف النهارده هو حرف او نطق الف. ف كان بيترسم على شكل تعبان، بس مش اي تعبان، تعبان مقرن. تعبان مقرن اللي هم بيسموها جريشة، بتتسمى كده الحية دي او التعبان اللي هو طالع له قرون اسمه جريشة. وكان الترانسليتريشن بتاعه حرف الاف، اف سمول. وطبعا بيعبر في اللغة العربية عن نطق حرف الف او شبيه بنطق حرف الف. طب هو ليه رسموها بالرمز ده؟ بيقال عشان خاطر التعبان اللي مقرن او الجريشة لما كانت بتمشي في الارض كانت بتعمل صوت قريب من صوت اللي هو حرف الف او نطق الف كده. عشان كده هم حطوا الرمز ده بيعبر عن النطق ده. طيب لو احنا عايزين نرسمه بخط فيلو او حروف فيلو هنعمل ايه؟ هنروح عاملين الف بتاعتنا، عاملين دي للحية، حاطين نقطة من جوه ونحط قرون كده. لو احنا عايزين خط ارفع اهو بسهولة جدا هنروح عاملين الف وديلها وادي النقطة وادي قرون. طب لو احنا عايزين خط ارفع اهو ادي الف وادي ديلها وادي نقطة وادي قرون. فبالتالي انت لما تكتب الرمز ده كده اهو، ولما تشوف الحية بعد كده في الكتابة الهيروغليفية، في الخط الهيروغليفي في لغة الميدونيتر في المعابد او في البرديات، هتقول ايه ده شبه حرف الف اللي انا بكتبه اللي هو ده. فبالتالي عقلك هيربط ان ده بيتنطق برضو نفس النطق اللي هو ف. بس ودي كانت حلقة النهارده. ما تنساش تعملوا لي لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد. تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. وإياو مآكي امحوتة.